السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام، نشرع الليلة بإذن الله تبارك وتعالى ونسأله أن يوفقنا في شرح كتاب من كتب السنن، ألا وهو سنن أبي داود رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والنفس، وأن يلهمنا مرشد أمورنا، وأن يفتح علينا من كنوز العلم، وأن يرزقنا الفهم، وأن يرزقنا العمل بعد الفهم، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، لأن هذا هو الجوهر من التفقه والفقه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سنن أبي داود. أولا نتكلم عن صاحب هذا الكتاب بإيجاز واختصار، لأن طالب العلم ينبغي أن يأخذ الأهم ويتبع المهم، لا يترك المهم ولكن يتبع المهم ويأخذ الأهم. هذا هو طالب العلم الذي يريد النجاة في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. من هو أبو داود؟ لا شك أن القاسي والداني يعرف هذا الإمام بهذه الكنية الطيبة، أبو داود، صاحب الكتب الستة، إحدى الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هو سليمان ابن الأشعث ابن شداد، وسليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر، الإمام شيخ السنة الحافظ أبو داود الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى، محدث البصرة ونزيل بغداد. ولد سنة 200 من الهجرة، يعني في فاتحة القرن الثالث الهجري، وهو من أقران البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. كتب عن علماء الحجاز وعلماء الشام وعلماء مصر وعلماء خراسان وعلماء العراق. روى وأخذ العلم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعن إسحاق ابن راهويه، وعن مسدد ابن مصرهد، وعن علي بن المديني، وعن يحيى بن معين، وعن ابن أبي شيبة صاحب المصنف. هؤلاء العلماء يكفيه فخرا بهم أنه أخذ عنه. يكفي هذا الإمام سليمان بن الأشعث الذي يكنى بأبي داود، يكفيه فخرا وعلما
بأنه أخذ العلم والحديث عن هؤلاء العلماء: الإمام أحمد، وما أدراكم الإمام أحمد، صاحب المسند، عالم الدنيا، كتابه هو الدنيا بأكملها. وأخذ العلم كذلك عن الإمام إسحاق بن راهويه. هذا الإمام إسحاق بن راهويه كان من شيوخ الإمام البخاري، وبسبب إسحاق بن راهويه صنف الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح. وأخذ العلم أبو داود كذلك عن الإمام المسدد، ومسدد من شيوخ البخاري. الإمام المسدد له مسند كبير جدا، ونسب هذا الإمام غريب. نسب الإمام مسدد هذا غريب، هو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن أرمدل. يعني تصور نسب هذا الإمام العجيب، وهو من شيوخ الإمام البخاري، أخرج عنه الإمام البخاري في صحيحه كذا من حديث. ومن شيوخ الإمام أبي داود الإمام الفذ الكبير علي بن المديني، الذي قال فيه الإمام البخاري رحمة الله عليه: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. هكذا يقول البخاري، قال: والله ما استصغرت نفسي، يعني ما نشوف روح يصغر في العلم إلا أمام علي بن صاحب الكتاب العلل. وما أدراكم ما هذا الكتاب؟ الإمام علي بن المديني. ومن شيوخه كذلك الإمام أبي داود يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك ابن أبي شيبة صاحب المصنف، مصنف الإمام أبي شيبة. هؤلاء شيوخ الإمام أبي داود. والذين رووا عن الإمام أبي داود، يعني الذين أخذوا العلم عنه، هو الإمام الترمذي. الإمام الترمذي أبو عيسى ابن ثورة رحمة الله عليه، صاحب الجامع، صاحب السنن. وكذلك من الذين رووا عنه، يعني رووا عن الإمام أبي، هذه مسائل ترجمية، يعني الإنسان يعرف حتى ما يعرف سنن هذا صاحبه من. مفهوم يا إخوان؟ طيب. ومن الذين رووا عن الإمام أبي داود النسائي كذلك صاحب السنن. وكذلك من الذين أخذوا العلم عنهم عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي، هذا أول من صنف في كتاب علم المصطلح، علم المصطلح الحديث. أول من كان صنف في علم المصطلح هو الإمام عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي، كتابه المسمى الفاصل. فهؤلاء من تلامذة هذا الإمام الكبير الإمام أبي داود رحمة الله عليه، سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر رحمة الله عليه. ويروي الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه، الإمام الخطيب له كتاب في التاريخ، يروي بسنده إلى أبي بكر ابن داسة، وهذا من كبار المحدثين، أبو بكر ابن داسة، قال: سمعت أبا داود يقول. هذا أبو بكر ابن داسة يقول: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث، 500,000 حديث، وضمنت في هذا الكتاب، يعني السنن، 4,800 حديث. يعني جمع من هذه 500,000 حديث، انتخب منها، اختار منها هذه 500,000 حديث الذي حفظها الإمام، يعني نصف مليون حديث، يعني اختار منها 4,800 حديث انتخبها في كتابه السنن. وعرض كتابه هذا السنن، عرضه عن الإمام أحمد بن حنبل وهو من شيوخه، فاستحسنه واستجاده. يعني الإمام أحمد بن حنبل استحسن كتاب السنن لأبي داود رحمة الله عليه. توفي هذا الإمام رحمة الله عليه من يوم الجمعة 14 من شوال سنة 75 بعد 200 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني عاش 73 سنة، عمر 73 سنة. ومن أراد المزيد
في معرفة كتاب سنن أبي داود فعليه بالرسالة التي ألفها هو رحمة الله عليه، وهي رسالة ألفها إلى أهل مكة، ألفها إلى أهل مكة، وهي مطبوعة. ومن الذين حققوها هو محمد ابن لطفي الصباغ، هذا من الذين حققوا هذه الرسالة إلى أهل مكة. تكلم في هذه الرسالة عن نماذج وعن المصطلحات وعن التعاريف التي تتعلق بكتابه السنن. هذا باختصار أيها الإخوة الكرام. حتى يقول الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه، أبي حامد صاحب إحياء علوم الدين وصاحب الكتاب المستصفى في علم الأصول، وفي الحقيقة ضبط الاسم بتاعه الغزالي ليس الغزالي، ضبط الاسم هو الغزالي، أبي حامد الغزالي. يقول إذا يعني ينبغي للمجتهد ويكفيه سنن أبي داود في الأحكام، يعني يكفيه سنن أبي داود في الأحكام. هذا يعني من الذين قربوا ويعني زكوا وبينوا وأشادوا بسنن أبي داود رحمة الله عليه. بل إن الأحاديث المروية في السنن، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، كلها مأخوذة من هذا الإمام أبي داود رحمة الله تبارك وتعالى عليه. كتابه السنن بدأ بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. أول كتاب الطهارة، وهذا كتاب الطهارة فيه أبواب. أول باب سماه التخلي عند قضاء الحاجة. أول حديث في هذا الباب هو بسنده قال عليه رحمة الله، يقول: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا، استمعوا إلى الإسناد وإن شاء الله راح نعطوا ترجمة وجيزة عن رجال السلف. إذا قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعب القعنبي قال حدثني عمرو بن محمد، قال عن يعني عمرو بن محمد عن محمد ابن عبد العزيز، هذه السند هذا عن عبد العزيز، عن أبي سلمة عن شعبة بن المغيرة بن شعبة، الصحابي المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن نأتي إلى شرح ما معنى الكتاب وشرح ما معنى الباب، ثم نأتي إلى ترجمة رجال السند، ثم إلى شرح المتن. ونحن في حلقتنا أيها الإخوة الكرام نعطي لكل واحد منا حقه، نعطي لإخواننا الذين ليس لهم إلمام بعلم الحديث حقهم في بيان الفقه، ولإخواننا الذين لهم إلمام بعلم الحديث حقهم في مسائل تتعلق بعلم الحديث، حتى نخرج كما تخرج تلك النحلة في الحديقة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما معنى الكتاب؟ أنت عندما تقرأ كتب الحديث على سبيل المثال وتقرأ كتب الفقه، تجد على سبيل المثال كتاب الفقه، كتاب فقهي، فتجده يسمي كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب كذا، كتاب كذا. ما معنى الكتاب؟ الكتاب أيها الإخوة الكرام هو ما يحوي في طياته معلومات علمية، وما يحوي في طياته معلومات علمية، هذا معنى الكتاب. والكتاب أيها الإخوة الكرام في اللغة العربية له عدة معاني. كلمة الكتاب في اللغة العربية لها عدة معاني، منها على سبيل المثال الفرد. إذا أطلق الكتاب تارة يراد به الفرد، كقوله تبارك وتعالى: والمحصنات من الكتاب والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ أي فريضة الله عليكم. والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما معنى كتاب الله عليكم؟ أي فريضة الله عليكم. ويأتي الكتاب كذلك ويراد منه التقدير،
التقدير كقول الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الكتاب هنا بمعنى تقدير، أي تقدير من عند الله تبارك وتعالى. ويأتي كذلك الكتاب ويراد منه عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة كقوله تبارك وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ عدة المرأة انقضاء أجلها. هذا معنى الكتاب. لكن لفظ الكتاب على إطلاقه فهو ما يحوي بين طياته أمور علمية. وأجل الكتب كتاب الله تبارك وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أجل الكتب كتاب الله جل وعلا. أجل الكتب كتاب الله تبارك وتعالى جل وعلا. ثم بعد القرآن كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم وكتب الفقه وكتب العلم وكتب الخير والهدى. هذا كله يأتي بعد الكتاب وبعد السنة. فتفضل. فأبو داود يقول كتاب الطهارة، يعني السنن بتاعه فيه مجموعة من الكتب. السنن بتاعه فيه مجموعة من الكتب. أول كتاب الطهارة. طيب ما معنى الطهارة؟ الطهارة أيها الإخوة الكرام هي في اللغة العربية النزاهة والنظافة. الطهارة في اللغة العربية بمعنى النزاهة والنظافة، هذا معناه. أما في الشرع لا. في الشرع الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. أحفظ القاعدة. الطهارة في الشرع تعريفها في الشريعة الإسلامية رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث ما معنى الحدث؟ الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه مما تشترط له الطهارة. يعني كل شيء يشترط له الطهارة فيقع عليك وصف يمنعك من القيام بهذا الشيء الذي اشترطت له الطهارة، فهذا الشيء يقال له حدث. والحدث الذي يطرأ على الإنسان إما أصغر وإما أكبر. الأصغر كما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فساء وضراء. فساء وضراء أي ما يخرج من السبيلين، فهذا حدث أصغر. ما معنى؟ يعني وقع عليك وصف طارئ أخرجك عن كونية الطهارة، ما أصبحت طاهرا، فلا بد أن تتطهر. هذا معنى الحدث. أما الحدث الأكبر فهو الجنابة بالنسبة للرجال والنساء، والحيض والنفاس بالنسبة للنساء، هذا حدث أكبر. فالطهارة هو رفع الحدث، أن ترفع عنك الحدث. يعني وقع عليك حدث طارئ فترفع عنك هذا الحدث بعملية شرعية كالوضوء والاغتسال. هذا معنى الطهارة. فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. الخبث هي النجاسة. ما معنى الخبث؟ هي النجاسة. فتأملوا، في الحدث قال رفع، في النجاسة قال زوال، لأن الحدث لا يرى. الحدث لا يرى ولهذا يرفع. أنت تستفيد كل مش مضي عنده علامة اللي مش مضي، ما عندوش علامة، هو الذي يعرف نفسه فلا يرى. ولكن إذا كانت نجاسة على ثيابه فقد هذه النجاسة تدرك بالشم أو تدرك بالعين. تدرك بالشم كالبول وتدرك بالعين كالعذرة. ولهذا هذه النجاسة التي أدركت بحاسة الشم أو بحاسة العين تزال، يعني تكون موجودة فتزال. فإزالة النجاسة طهارة. ولهذا العلماء رحمة الله عليهم قالوا في النجاسات إذا زالت حصلت الطهارة ولو لم تزال بالماء، حتى ولو راحت بالماء. مثلا نتصور مثلا إنسان غاط في مكان، راحت في مكان، وتلك العذرة يعني بقيت في ذلك المكان شهور، ثم يبست، ثم تلاشت، ثم ذهبت مع الأيام بالرياح وكذا وكذا، طهر المكان ولو لم أصبناه بالماء. ولهذا قالوا
الخبث. وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث يعني مذكورة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا معنى كلمة الطهارة. فالإمام رحمة الله عليه قال كتاب الطهارة، بمعنى احنا الآن راح ندرس في هذا الكتاب أبواب في الطهارة، راح ندرس أبواب في الطهارة. والطهارة اسم جامع يدخل فيه أداة قضاء الحاجة، ويدخل فيه الوضوء، ويدخل فيه الاغتسال، ويدخل فيه التيمم. هذا كله داخل في باب الطهارة. والإمام أبو داود رحمة الله عليه سيروي لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الذي هو الطهارة. ولكن هذا الكتاب الذي هو كتاب الطهارة راح يقسمه باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا. مثلا أنت تدخل إلى منزل، هذا المنزل هو الكتاب، ثم تريد المطبخ، تتوجه إلى باب المطبخ ولا لا؟ تريد النوم، تتوجه إلى باب غرفة النوم. تريد يعني أن تستريح وأن كذا، تتوجه إلى قاعة الاستراحة والاستقبال. فهذا المنزل هو عبارة عن كتاب وله غرف، وكل غرفة لها باب، وكل غرفة لها حاجتها الخاصة بها. ولهذا أبو داود قال الكتاب الطهارة. هذا الكتاب عبارة عن قصر له أبواب. فقال الباب الأول باب التخلي عند قضاء الحاجة. باب التخلي عند قضاء الحاجة. ما معنى الباب؟ الباب هو أيها الإخوة الكرام إذا أطلق هكذا باب، رأيت بابا، مررت بباب، دخلت من باب، خرجت من باب، فيراد به كل مدخل ومخرج. هذا هو الباب. كما قال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. فقال الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تولوا وجوه قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أتوا البيوت، أدخل البيت من الباب، ادخل مطلقة، ادخل البيت من الباب. فهذا كأن الإمام يقول كتاب الطهارة بابه راح يندخلوا إلى هذه الغرفة. هذه الغرفة وش فيها؟ فيها التخلي في قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة. هم يا إخوان؟ طيب ما معنى التخلي عند قضاء الحاجة؟ الآن احنا نشرح الترجمة، أنا نشرح هذا الباب على سماه الإمام. هم يا إخوان؟ ما معنى التخلي عند قضاء الحاجة؟ التخلي عند قضاء الحاجة معنى ذلك هذا باب يربيك ويؤدبك أن تتخلى عن الناس ومرآة الناس إذا أردت أن تقضي حاجتك. يعني هذا الباب راح يأدبك، راح يوجهك، راح يعلمك، راح يعني يعطيك ويربيك بأن تتخلى عن الناس، تترك الناس، تنفرد بنفسك، تترك الناس عند قضاء الحاجة. هذا معناه باب التخلي عند قضاء الحاجة. فهم يا إخوان؟ طيب ما معنى قضاء الحاجة؟ قضاء الحاجة هو الحاجة هنا كناية عن التبول والتغوط، كناية عن التبول والتغوط. وإلا الحاجة فهي يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان حاجة. فاللباس حاجة، والطعام حاجة، والنوم حاجة، والراحة حاجة، والمال حاجة، والزواج حاجة. ولكن إذا أطلق هذا اللفظ قضاء الحاجة فيراد به التبرز، يعني التبول والتغوط. وسيأتينا في الحديث ما معنى التغوط إن شاء الله. إذن هذا معناه قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. الآن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بشرح الإسناد، يعني نعرف ما معنى الإسناد. أبو داود رحمة الله عليه يقول في سنده حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعب القعنبي. من هذا الرجل؟ هذا الرجل شيخ أبي داود، روى عنه هذا الحديث. وهذا الرجل يكنى أبو عبد الرحمن، يكنى أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، وكان ثقة حافظ عابد
وهو من أجل رواة الإمام، من أجل رواة الموطأ للإمام مالك. سأل ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم أباه أبي حاتم الرازي، سأله عن عبد الله بن مسلمة، فقال أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه: هذا الإمام أحب إلي في الموطأ، يعني أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك وهذا الإمام عبد الله بن مسلمة. وعبد الله بن مسلمة بن قعب القعنبي هذا أخرج له البخاري في الصحيح، يعني هو شيخ البخاري كذلك، أخرج له الإمام البخاري في الصحيح. ومن الروايات التي أخرج له الإمام البخاري في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، لكن إنما الأعمال بالنيات رواها الإمام البخاري في 7 مواضع، في 7 مواضع، أخرجها في كتاب بدء الوحي، وأخرج في كتاب الإمام، مفهوم؟ ففي كتاب الإمام البخاري لما يجيب الحديث إنما الأعمال بالنيات يخرج الحديث عن هذا الإمام عبد الله ابن مسلمة ابن قعب القعنبي، فهو ثقة عند الحفاظ عليهم رحمة الله جميعا. هذا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي يسند حديثه عن شيخه وهو عبد العزيز ابن محمد، عبد العزيز ابن محمد، يقول: حدثنا عبد العزيز ابن محمد. هذا عبد العزيز ابن محمد هو الدراوردي، هو الإمام الدراوردي، هو كذلك ثقة يخطئ، له أخطاء في آخر حياته، ولكن احتج به مسلم في صحيحه. هو ثقة وكان في آخر حياته يخطئ، يعني عنده نسيان شوية، ولكن كان يحتج به الإمام مسلم في صحيحه. هذا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي يسند حديثه هذا إلى شيخه محمد ابن عمر رحمة الله عليه. هذا محمد ابن عمر ابن من؟ ابن علقمة ابن وقاص الليثي العذواري. علقمة هذا ابن وقاص الليثي العذواري من كبار التابعين، أخرج له الإمام البخاري في الصحيح وهو ثقة حافظ. هذا علقمة ابن وقاص الليثي حفيده هذا الرجل الموجود في إسناد أبي داود وهو محمد بن عمرو، محمد بن عمرو. إذا وش يقول أبو داود؟ يقول: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة، عن أبي سلمة. أبي سلمة هذا نعود منه إلى محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي. هذا له أوهام وصدوق وله أوهام، ولهذا لما جاء في هذا السند هذا الرجل أصبح سند أبي داود حسن، ليس صحيحا، أصبح سند أبي داود حسنا وليس صحيحا. لولا هذا الرجل لكان السند صحيحا، ولكن بسبب وجود محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي العذواري وهو صدوق أصبح يعني الحديث تنزل من درجة الحسن إلى درجة، من درجة الصحيح إلى درجة الحسن. فيقول محمد بن عمرو هذا عن أبي سلمة. أبي سلمة الصبر معنا الآن في مسألة الحديثية، ندخل في مسألة الحديث إن شاء الله. أبي سلمة هذا من هو أبي سلمة؟ أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، صحابي جليل، أحد العشر المبشرين بالجنة. أبو سلمة ابن من؟ ابن عبد الرحمن بن عوف، فأبوه صحابي وهو حجة عند الشيخين. هذا أبو سلمة حجة عند الشيخين، عند البخاري وعند مسلم، وأخرج له البخاري في كذا من حديث. هذا أبو سلمة مفهوم، ولكن لم يروي عن أبيه، لم يسمع من أبيه حديثا واحدا، مفهوم، ويعني هذا معناه. هذا أبو سلمة يروي حديثه عن المغيرة بن شعبة الصحابي، يروي حديثه عن المغيرة بن شعبة. طيب،
لطيفة، مسألة لطيفة ملح الشباب يعرفوها. هذا الحديث اللي يرويه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. هل رواه أبو داود وحده؟ لا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي والدارمي وأحمد عليهم رحمة الله جميعا. لكن هذا الحديث في رواية أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي سنده حسن لوجود محمد بن عمرو لأنه صدوق، ولكن رواية الإمام أحمد في المسند ورواية الدارمي في السنن جاء بسند صحيح، جاء بسند صحيح. لماذا؟ لأن جاء عن طريق محمد بن سيرين ابن عمرو ابن عوف الثقفي، وهذا عمرو ابن عوف الثقفي وثقه العجلي رحمة الله عليه، فأصبح سند الإمام أحمد والدارمي سند صحيح. ولهذا قال الإمام الترمذي لما خرج هذا الحديث قال وهو حسن صحيح، قال حديث حسن صحيح. والإمام الألباني رحمة الله عليه في تخريج لسنن أبي داود قال والحديث حسن صحيح، حسن من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وصحيح من طريق محمد بن سيرين عن من؟ عن عمرو بن عوف الثقفي عليهم رحمة الله جميعا. هذا في جانب السند، فأصبح هذا الحديث حسن صحيح مقبول يعمل به والحمد لله رب العالمين. الآن ندخل إلى من هو الصحابي ثم إلى فقه الحديث. يا أخي ما تكلمتش يا إخوان. طيب ندخل إلى من هو الصحابي. المغيرة بن شعبة حارس النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قبل صلح الحديبية بشهور قليلة جدا. أسلم قبل صلح الحديبية بشهور قليلة جدا، ويكنى أبو عيسى هو المغيرة ابن شعبة ابن أبي عمرو ابن مسعود. فالمغيرة هذا أتدرون من عمه؟ هو عروة بن مسعود الثقفي. تسمعوا بعروة بن مسعود الثقفي، وله قصة مع عمه. هذا المغيرة بن شعبة عنده قصة مع عمه عروة بن مسعود في صلح الحديبية، لأن المغيرة بن شعبة شهد صلح الحديبية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تمسه النار كما قال النبي على من بايع تحت الشجرة. كل من بايع في صلح الحديبية لا يدخل النار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديبية الذين بايعوا النبي كلهم مبشرين بالجنة، منهم المغيرة بن شعبة. لما كانت قريش ترسل السفراء يفوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان المغيرة مدجج بالسلاح وغطى الوجه بتاعه بالمغفر يبان غير عينيه ما لا يعرف من هو، ويده على السيف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش بعثت من السفراء عروة بن مسعود الثقفي عم المغيرة كمبان. فجاء عروة بن مسعود الثقفي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلعب باللحية النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له المغيرة كف يدك وإلا لا ترجع إليه، تحيدك ولن نقطعها. فقال من ذا يا محمد؟ شكون هذا الإنسان يقول لك كلام؟ أنا سيد بني ثقيف، كيش يقول لك كلام؟ يا عبد شكون هذا؟ قال وما عرف؟ قال لا. قال هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال يا غضر أخبرني يا غضر، والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس. البارح كنت تبوك أقول له الناس فبالبارح كنت في عجل اليوم تقول لي لا، هذه موجودة في بني الإنسان. فقال يا غضر والله ما غسلت سوءتك إلا بالأمس. ثم أسلم عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسن إسلامه رضي الله عنهم أجمعين. الآن ندخل إلى فقه الحديث. وش يقول المغيرة بن شعبة؟ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. إذا ذهب المذهب أبعد. ما معنى هذا الكلام؟ المذهب
في هذا الحديث بمعنى المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، يسمى المذهب. فالمكان الذي يقضي الإنسان حاجته له عدة أسامي عند العرب. اسمه الكنف، واسمه المذهب، واسمه بيت الخلاء، واسمه بيت الراحة عند العرب، بيت الراحة، واسمه البراز. يعني هذا كله من أسماء المكان الذي يقضى الإنسان فيه حاجته. ولكن قال لك الإنسان إذا قضى حاجته في مكان ما فيش بنيان، في مكان ليس فيه بنيان، أرض هكذا واسعة، هذا المكان يسمونه العرب البراز، ويسمونه الغائط، ويسمونه المذهب. إذا المكان بيكون ماشي مبني والإنسان يقضي حاجته، وش يسمى المكان؟ إما الغائط، وإما البراز، وإما المذهب. أما إذا كان مبني كما المراحيض فاسمه الكنف، أو بيت الخلاء، أو بيت الراحة، أو المرحاض عند المعاصرين يسمى المرحاض. فهذا الفرق بين كذا وبين كذا. طيب، لماذا سمي البراز؟ لأن البراز هو الذي يبرز للناس. فالإنسان الذي يقضي حاجته في أرض فلاة، في أرض يعني ليس فيه بنيان، يتعرض إلى الكشف، وبارز يتعرض، ولهذا المكان يسمى البراز. وهناك من ضبطه بضم البراز، هناك من قال البراز، ولكن الصحيح اسمه البراز. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب، يعني المذهب هنا مش بيت وإنما فضاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة في أرض فلاة، يعني إما أن يتوارى يعني في مكان فيه حجر أو وبر أو شجر أو نوع من هذا القبيل، مفهوم يا إخوان؟ أو نوع من هذا القبيل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد على مرأى الناس. وهنا سؤال: هل الإنسان الذي يقضي حاجته في مكان فيه بناء، بيت الخلاء، بيت الخلاء، هل يشترط فيه أن يبتعد عن الناس أو لا يشترط؟ أسمعوا مسألة أنا فهموا لله. المهم الإنسان اللي يستجر في بيت الخلاء، هل يشترط له يبتعد ولا ما يبتعدش؟ لأن الآن مش نخدموا بالحديث هذا ولا لا؟ احنا هذا الحديث لازم نخدمه بالأداء. يقول المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. طيب الآن هنا في بيوتنا وش كاين؟ كاين كنف، كاين بيوت الخلاء، والإنسان لما يقضي حاجته في بيت الخلاء ربما مع ضيق البيوت ربما يعني تكون البيت لاصقة مع بيت الخلاء. مفهوم؟ خاصة البناء المعروف هنا ما كاينش للشعب. يعني الإنسان يدخل بيت الخلاء، يعني ربما يكون داخل الغرفة يعني يرى القذى ويسمع الأذى. فهل يشترط الإبعاد أو لا يشترط الإبعاد؟ قال العلماء رحمة الله عليهم: إذا كان الإنسان في بناية لا يشترط له الإبعاد إلا من باب الأدب فقط. إذا كان الإنسان في الإنسان قادر يخرج بيت الخلاء فالأولى يخرجها باش تكون الحرمة ويكون يعني نوع من الأدب. أما إذا لم يكن هناك سبيل فلا حرج، لأن الإنسان متستر، فلا حرج بالإنسان إذا قضى حاجته في بيت الخلاء في منزله أو كذا. ولكن هنا مسألة كره أهل العلم، كل العلماء كره أهل العلم أن يبنى في المساجد بيوت الخلاء. لا يجوز شرعا يكون داخل المساجد بيوت الخلاء. فمن بنى مسجدا فيجب عليه أن يخرج المراحيض بعيدة عن المسجد. مش كما المساجد بتاعنا الآن، مش كما المساجد بتاعنا الآن لو كانوا السنة البنية بتاعها يتعود. لأن بناء المساجد أيها الإخوة الكرام نص عليها الشارع الحكيم كيف يكون، والعلماء رحمة الله عليهم، بل إن بعض العلماء ألفوا في المساجد كتبا، منهم
الإمام جمال الدين القاسمي، منهم الإمام جمال الدين، عنده كتاب حافل في بدع المساجد. فلا يجوز للبناء أن يبني المسجد ويجاوره بالكنف، هذا لا يجوز شرعا، لازم نبنيه مسجد وبعيد عليه. بل إن العلماء قالوا يعني ينبغي علينا أن نحاشي المسجد ببيوت الخلاء، ما نبنيش لا في بيوت الخلاء، يحبنا في الخلاء يروح وين يروح بالراس، مفهوم؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا في قضية المساجد. لكن العلماء رحمة الله عليهم يتكلمون عن الإنسان اللي يكون في الدار يكون في كذا. هنا سؤال، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهناك قراءة صحيحة وأرجلكم لتدل على المسح، وأرجلكم إلى الكعبين. كمل الآية: وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى أو جاء أحد منكم الغائط؟ الغائط في الآية أي المكان الذي تقضي فيه حدث. الغائط ليس هو الأذى الذي يخرج من بطنه، الغائط بمعنى المكان الذي يقضي فيه الإنسان في حدثه يسمى غائط. ما معنى الغائط؟ يقول العرب: اغوط بئرك، اغوط بئرك أي أبعد قعره. فكلمة الغائط غاط يغوط غوطا أي انحدر في مكان وأبعده، لأن الشيء يكون منحدر، قول الشيء الذي يكون منحدر. فأنت لا تتصور بأن رجل يقضي حاجته وهو قائم، باش إذا حيشوش لازم ينحدر، لابد أن ينحدر حتى يلتصق شيئا من الأرض، فهذا الفعل يسمى غائط. ولهذا كانت العرب ترمي بالعذرة بالغيطان، يعني في حفاري يعني يغيطونها مع حفر ويغلقوا في الأرض، يغيطونها فيلقوا فيها العذرة، وأصبحت العذرة التي تخرج من بطن الإنسان تسمى غائطا. مفهوم يا إخوان؟ أصبحت العذرة التي تخرج من بطن الإنسان تسمى غائطا. ولهذا إياكم الفهم الناقص في قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، حتى يقصد لا، الغائط هو المكان الذي يعني يبدأ الإنسان حاجته. مفهوم يا إخوان؟ إذا هذا الحديث وش استفدوا منه؟ استفدوا منه أدبين. الأدب الأول أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يتوارى عن الناس، أن يتوارى. ممكن واحد يقول: هذا الحديث ممكن ما نستعملوش لأن رانا في الزمان كاين يقول أكثر كلام يتخلى ولا شيء. يعني إنسان كاين بعض الناس تشوفهم في الطريق السريع، تشوفهم يستنجوا هذا لم يبين. أنا أخي أبعد أبعد حتى لا يراك الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعين، اتقوا الملاعين. والملاعين هو من يعني يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلم الناس وفي مكان لأنه يتسبب إلى اللعن والعياذ بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد المدد أبعد صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هذا الحديث أن الإنسان يبعد، وكذلك نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته بالكنف ولو لم يبعد، لأنه ليس مكان براز، إنما مستور الإنسان. وهم يا إخوان، ولهذا ممكن يقول لك، يجي واحد يقول لك: هل فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في بيت الخلاء يعني وخارجا من؟ نعم، فيه أحاديث ستأتينا إن شاء الله، فيه أحاديث وستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا هو الحديث الأول. ولكن كاين فائدة حبيت أقول لكم في قضية الطهارة، فائدة بقى. أولا هذه الفائدة وهي أن الطهارة بالنسبة للإنسان على نوعين: طهارة خاصة
بالنساء وطهارة يشترك فيها الرجل والمرأة. كاين طهارة خاصة إلا بالنساء، وكاين طهارة يشترك فيها المرأة والرجل. أما الطهارة التي هي خاصة بالنساء ألا وهي الطهر. أشمت الطهر، الطهر هو انقطاع دم الحيض أو دم النفاس. المرأة لما ينقطع دمها في الحيض وينقطع دمها في النفاس نقول المرأة طهرت. أسمع مش في القرآن يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فإذا رب يسمع شكو في الآية قال ولا تقربوهن حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم. ولكن إذا انقطع دم المرأة لا يجوز لك أن تأتي حتى تغتسل. ولهذا قال فلا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فأتوهن. فالطهارة الأولى انقطاع الدم، الطهارة الثانية الاغتسال. ولأسمع ربي لما قال في القرآن الكريم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. ايش معنى مطهرة؟ أي ما عندهم لا نفاس ولا حيض. يعني المرأة لها جنة ما عندها لا نفاس ولا حيض، طهرة من نفاسها ومن طيب. ربي لما قال ولهذا الطهر في اللغة في القرآن الكريم يراد به انقطاع الدم. أسمع ربي لما قال في القرآن بل هو قرآن كريم في كتاب لا يمسه بقاش إلا المتطهرون. قال إلا المطهرون. المطهرون هنا هم الملائكة لأن الملائكة لا يخرج منهم شيء لا بول ولا دم ولا بخار ولا تفل ولا أي شيء مطهرون لا يمسه إلا. ولهذا غالطا من يستدل بهذه الآية يقول لك بالله اسمع مضي قل له مش مضي قل له ربي يقول لا يمسه إلا المطهرون. قل له يا أخي لم يقل المولى إلا المتطهرون قال إلا المطهرون. فالمطهر شيء والمتطهر شيء. فهل الرجال مطهرون؟ لا الرجال مطهرون مش مطهرون ما رجعت موضوع الرجال مش مطهرون مطهرون سبحان الله يا رب من جانب مطهرون لأن لا حيض على الرجال ولا حيض على الذكر. أما المرأة ليست مطهرة. متى يقال لها مطهرة؟ إذا انقطع دم حيضها ودم إذن هذا من جانب. والطهارة أيها الإخوة هذه فائدة والطهارة أيها الإخوة الكرام في الشريعة الإسلامية على ضربين. الطهارة في الشريعة الإسلامية على ضربين. ضرب طهارة النفس ولهذا ربي الكفار قال إنما المشركون أي نجاسة النفس نجاسة العقيدة. أما المسلمون نفوسهم طاهرة. أسمع ربي شكو في القرآن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. طهرك هنا ليس هو الاغتسال لا وإنما جعل نفسك طيبة طاهرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم فالطهارة هنا طهارة النفس. فالإنسان الذي يؤدي زكاة ماله فقد زكى نفسه طهر نفسه. فالطهارة تارة تأتي بالقرآن ويراد بها طهارة النفس طهارة العقيدة طهارة الطوية طهارة النية طهارة المبدأ طهارة الجنس. هذه الطهارة طهارة حسية مش معنوية. وهذه الطهارة لأن كم المتطهر ونفسه غير متطهرة متعفن. أما الطهارة الأخرى الشرعية فهي الطهارة التي تستعمل بالمياه وتستعمل بكذا بكذا بكذا. هم يا إخوان في الختام أعلمكم أن دراسة كتب الحديث ليس كما دراسة كتب الفقه. هم يا إخوان دراسة كتب الحديث نأخذ منها كل حاجة وكل يوم نجيب حديث يختص بشيء. اليوم جبنا حديث بهذا المضمار وعرفناه عرفنا السند تاعو. مرة أخرى نجيب حديث ثاني ما عرفنا السند تاعو وهكذا. وربما كنت
نقرأ 20 حديث 50 حديث نقول له ما نحتاجوش إلى الرجال لأن مروا بنا صح ولا مش صح؟ مثلا الخطبة جزء على حديث يقول فيه أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلم بن طعن القعنبي خلاص مرينا به عرفنا بأنه أبو عبد الرحمن يعني أحد رواة الإمام موطأ الإمام مالك وأنه كذا وأخرج له خلاص عن ثابت يكون هذا الرجل مفهوم يا إخوان إذا دراسة سنة أبي داود حين نقرأ حديث وكل ما نقرأ يجينا حديث جديد نعرفوا السند تاعو ونعرفوا الصحابي ثم ناخذ فقه الحديث مفهوم يا إخوان وما زال فيه الخير إن شاء الله في المستقبل بس تقول اليوم راني شوية متعب في الحقيقة الوقت تاعي شوية راهو ولهذا في بداية الضبط لما ذكرت الإسلام ذكرت العود عمل الإخوة ما يتشتوا يسمعوا لي يعرف في هذا الضبط ذكرت الإسلام عود الإسلام نعم نسيت عبد العزيز نعم ذكرت الإسلام عود لأن تعمل شوية هم يا إخوان وهذه من الأمانة العلمية الإسناد أيها الإخوة الكرام أعيده حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد عن محمد وابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد هذا هو الحديث وإن شاء الله ربي يعلمنا ويعلمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا محمد بن مسلمة عن عبد الرحمن القعنبي كمل عن عبد العزيز بن محمد عن عبد العزيز بن محمد عن المغيرة بن شعبة عن النبي فيها الصوت